مرحبا بكم. اليوم عندنا قراءة الأبراج مع كارما عن طريق أوراق التاروت للشهر التاسع. راح نبلش ويا أول برج اللي هو برج الحمل. برج الحمل عندنا أمور حلوة، عندنا الطاقة العاطفية كلش قوية خلال هذا الشهر. فإذا أنت ما مرتبط راح ترتبط، أو أكو خطوبة يعني أكو أمر عاطفي راح يكون أوفيشال. وإذا أنت مرتبط فراح يكون أكو تجديد للعلاقة، أكو طاقة حلوة راح تكون. أحب أقول لكم برج الحمل إنه هذا الشهر عندكم النجم مالتكم كلش راح يسطع، فعندكم فرصة للنجومية أو التطور بمكان الشغل، يعني حتى لو مو شهرة أو نجومية ممكن بمكان عملك راح تتميز بشي كلش حلو. اكو صارت عندنا ضوائق ماديه خلال الشهر الثامن وتعب. احب ابشرك انه راح تفك شويه هذه الامور الماديه والضوائق الماديه، راح تفك خلال هذا الشهر، وبعدين بشهر العاشر ان شاء الله اكو امور كلش هوايه حلوه، اكو زياده بالدخل، اكو زياده بالرزق، واكو زياده ايضا بالمحبه. اكو شيء ضايع من عندنا، كأن ما نكون يعني نقول ممكن فد فد نور أو فد شيء ضاع من عندنا بالفترة اللي راحت، أو تعبنا خلال الشهر الثامن، كلها راح تتجدد خلال شهر التاسع. صار عندنا انه مثل اللي تربطنا وتعبنا، بس احب اقول لكم انه ماكو داعي نخاف خلال شهر التاسع، لان كل الامور راح تنحل. عندنا هوايه انفراجات على جميع الاصعده، اذا كانت عاطفيه او ماديه او عمليه او مهنيه. فالبرج كلش حلو ان شاء الله، والطاقه كلش حلوه خلال شهر التاسع يا برج الحمل. هسه برج الثور لشهر التاسع. برج الثور عندك مثل الحيرة بفد قرارا تريد تاخذهم. اكو عندك امور متعطلة، الامور ممكن اكو ورقة تريد توقعها، اكو عقد تريد توقعه، عندك امر قضائي يحتاج بيه دفعة فلوس او يحتاج بيه واسطة، يحتاج انه شوية انت تجي على نفسك. يعني اذا راح تدفع او راح تروح على احد حتى يتوسط لك بهذا الموضوع ما راح تخسر، فلا تتردد لان هو هذا الحل. فباذن الله خلال هذا الشهر الامر القضائي او الورقة او العقد اللي متوقف عندك خلال هذا الشهر ان شاء الله راح يجي وراح يكون سهل عندك، بس يحتاج شويه انه تقدم فد تضحيه او فد شيء مادي تدفعه. عندك طاقة الحب كلش قوية، عندك ارتباط، والارتباط كلش حلو. هذا الارتباط راح يعني يرفعنا وينصرنا، لأن نقدر نقول إنه ممكن كان بيه تحديات كلش هواية هذا الارتباط، وبيه مثلا هواية ناس تدخلت أو هواية ناس صارت عارض بهذا الارتباط. بس هذا الارتباط راح يكون وراح يصير، وراح يكون عندك رفعة، وراح تنال اللي تريده خلال هذا الارتباط. مو بالضرورة إنه يكون ارتباط يعني زواج، ممكن ارتباط بشغل معين، ممكن ارتباط أو إنه أنت تكون ويا ناس معينة. بس اللي طالع خلال هذا الشهر يقول لك يعني روح بفالك وأمورك كلها حلوة وراح يصير وكلش حلو لك. عندك نية كنت أنت متوتر بيها، ممكن تريد تمشي بيها، لا أمشي يعني شلون نقدر نقول خطوة لقدام وخطوة لورا. بس أحب أقول لك يعني لا تتردد، إنه أنصحك إنه تاخذ هذه الخطوة، لأن هي كلش حلوة وكلش راح تكون فروتفول وكلش مثمرة بالنسبة لك. اكو صارت عندنا مشكله قبل كم شهر، بهذا الشهر بالذات راح تنحل، وراح تنحل بشيء يعني نقدر نقول راح يكون بدال الحل الواحد راح يكون حلين، وامورك كلش حلوه. احب اقول لك يوم 20 بشهر التاسع عندك خبر كلش حلو، اللي هو راح يغير امورك وحياتك للاحسن. مو بس على صعيد الشهر التاسع، بل وإنما على ممكن لحد نهاية السنة أكو أمر يوم 20 بالشهر، الله أعلم، راح يكون كلش حلو. والمشكلة اللي أنت خايف من عندها وصاير طرف بيها بدون ما تدري راح تنحل إن شاء الله وبإذن الله.